السلام عليكم، معكم راوي او كلاري زيرو. مقطع جديد. مطالبة بالسيرفرات العربية في السعودية او في اي منطقة عربية بشكل عام. هذا هو عنوان المقطع حاليا، او الشيء اللي نبغى اوضح لكم اياه حاليا. اوكي، تقريبا قبل يوم تقريبا نزل ديفل ستيشن مقطع يوضح كيف نطالب بالشركة بسيرفرات عربية، غير الحملات القديمة اللي كنا نسوي مقطع وبعدين نوصل المشاهدات عالية وتشوف الشركة وبعدين تشوف الموضوع. لا، الحين في طريقة اسهل بشكل مرة كبير عشان نطالب الشركة بالسيرفرات. اوكي، انت كشخص ايش راح تستفيد وانا كشخص ايش راح نستفيد؟ كل اللي راح تستفيده هو البنج يتعدل. يعني انت كشخص محترف ويكون بنجك مثلا 200 300، هذا الشيء مرة راح يخلي لو انك تيفو نينجا ما راح ينفعك هذا الشيء ابدا. لو بنجك 300 200 راح يجيك واحد نوب بنجا 20 10 يقدر انه يعطيك هيد واحد وانت دوبك تشوفه، يعني تعطيه هد وكذا، لكن اساسا وهو قدامك قاعد يشوفك قاعد تتحرك طبيعي، ما تعطيه هد ولا شيء، فيقدر انه يشيلك على طول. فهذا الشيء جدا يقهر عند العرب. اوكي، يعني خصوصا عندنا بنجنا ما يعني مرة اذا نزل 70 مرة 60، هذا حتى 60 ما عمري شفت. لكن يعني جدا هذا شيء مرة يقهر. فحان الوقت لنطالب بالشركة بسيرفرات عربية. طبعا راح افهمكم الحين كيف نطالب وكيف ومتى وفي اي وقت في اي ساعة بالضبط. زي ما قلت في ستيشن راح اخذ من الكلام وراح انقلها عندكم فقط. فاللي شاف المقطع اتوقع انه فاهم السالفة، واللي ما شاف راح تفهم الحين مني. كل اللي عليك فقط انه ديفل ستيشن في يوم الاثنين 7 يناير راح ينزل بوست في موقع اسمه، اذا ما خاب ظني خلنا نشوف اسمه، انتظروا بالله دقايق، اسمه اذا ما خاب ظني موقع ردت. يب، موقع ردت هذا راح احطه تحت عندكم، مو في الديسكريبشن، راح تلاقوه في التعليقات. موقع ردت هذا راح تلاقوه تحت في التعليقات. تخش عليه يوم الاثنين 7 يناير الساعة 5 المغرب تقريبا 5 المغرب. في هذا الوقت راح ينزل ديفستيشن بوست. كل اللي عليك انك في هذا البوست تروح تكتب تعليق او الهاشتاج ده راح احطه قدامكم. هذا الهاشتاج خذه انسخه او خذه من المقطع الحين. اول ما تاخذ هذا الهاشتاج كل عليك فقط انك تروح بعد ما ينزل ديفستيشن البوست هناك، تروح تحط هذا الهاشتاج، تكتب تحت الهاشتاج نطالب بالسيرفرات العربية، او فقط انك تحط الهاشتاج. هذا شيء يرجع لك انت كشخص. السالفة ما هي مرة طويلة ترى، يعني كلها ما تحتاج حتى دقيقة او حتى منك دقيقتين بالكثير يعني مرة. فشيء مرة راح يساعدنا هذا كشخص كعرب، فهذا يساعدك انت كمان. يعني انت تسوي كذا لحاجتك انت مو لحاجة اي واحد ثاني، لانك انت تبى تطلع لعبك او حتى بنجك يعني يكون افضل بكثير. فالافضل ان يسوون سيرفرات. فورتنايت شركة جدا كبيرة، او ابيك جيمز شركة جدا كبيرة عندها فلوس، يعني فلوس واجد، يعني بديها تفتح بسرعة سيرفرات عندنا بشكل مرة سريع وعادي، لأن السيرفرات تحتاج فلوس عشان تفتحها هنا، لكن ما يحتاج، يعني عندهم فلوس كثيرة واجد، يعني ما شاء الله فلوس. نص العرب بيلعبون فورتنايت ويشترون، فتقريبا نص العرب هم اللي كسبوهم هذا الشيء. يعني لو ما في عرب ما يلعبون فورتنايت صدقوني كانت فورتنايت مو مشهورة أبدا، صدقوني، لأن نص العالم يلعبون فورتنايت هم عرب اصلا. فمو طاقين لنا خبر، فقط حاطين الاجانب سيرفر اسيا، سيرفر مثلا امريكي، اما حنا سيرفرات ما في. فنصيحة يا عيال انكم تسوون هذه الحركة عشان تجينا سيرفرات عربية. طبعا الموقع ذا جدا كبير، كل عليه انه يوصل عالميا، لانه ابيك جيمز تدخل هذا الموقع شبه يومي، فيمديهم يشوفون الرسالة حقتنا إذا وصلت بشكل مرة من التعليقات عالي، يعني تعليقات جدا كبيرة راح يوصل عالميا. وابيك جيمز كذا راح تشوف وراح يعني إن شاء الله ترد لنا خبر إنه تفتح سيرفرات عربية. بس هذا اللي حبيت أقول لكم عنه، إن شاء الله يكون عجبكم المقطع، خفيف جدا توضيح فقط يعني لا أكثر ولا أقل. لا تنسوا إنك تحط هذا الكود حق الايتم شوب، جدا راح ينفعني مرة وراح تساعدني مرة إذا حطيت الكود هذا، ويعطيك ألف عافية. طبعا ما تحطه بس تخليه زينة، لا اشتري أي شيء، يعني أي شيء اشتريه عشان تدعمني يعني. وبس لا تنسى تضغط اللايك والاشتراك وتفعل جرس التنبيهات. نراكم على خير إن شاء الله في بث قادم. كان معكم راوي أو كلاري زيرو، في أمان الله.